خرج ليفربول من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد تعرضه لهزيمة مفاجئة أمام بليموث أرجايل بهدف دون رد. التقى ليفربول مع نظيره بليموث أرجايل ضمن منافسات دور الاثنين والثلاثين من كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب هوم بارك. شهدت المباراة غياب اللاعب المصري محمد صلاح عن قائمة الفريق بهدف إراحته، إلى جانب غياب عدد كبير من اللاعبين الأساسيين، من بينهم فيرجيل فان دايك، كودي جاكبو، وترينت ألكسندر أرنولد. تلقى ليفربول ضربة قوية في الدقائق الأولى من اللقاء بعد إصابة جو غوميز، مما اضطره إلى مغادرة الملعب ليحل محله اللاعب مابايا. لم يتمكن أي من الفريقين من صناعة فرص محققة للتسجيل طوال مجريات الشوط الأول، رغم سيطرة ليفربول على مجريات اللعب. مع بداية الشوط الثاني وفي الدقيقة 53 سجل اللاعب ريان هاردي الهدف الأول لبليموث من ركلة جزاء. اقترب فيدريكو كايزا من تسجيل هدف التعادل لصالح ليفربول، لكن تسديدته مرت بجوار القائم، كما كاد ريان هاردي أن يضيف الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 60، إلا أن القائمة تصدى لتسديدته. وفي اللحظات الأخيرة من المباراة أهدر ماكونيل فرصة ثمينة لإدراك التعادل لصالح ليفربول. بهذه النتيجة تأهل بليموث إلى دور 16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، في انتظار مراسم قرعة هذا الدور. من ناحية أخرى، يواجه ليفربول أزمة مع اقتراب نهاية عقود اثنين من أبرز لاعبيه، وهما محمد صلاح وترينت ألكسندر أرنولد، دون إحراز تقدم في مفاوضات التجديد حتى الآن. تشير التقارير إلى احتمالية انتقال ألكسندر أرنولد إلى صفوف ريال مدريد، بينما يواصل الدوري السعودي مساعيه للتعاقد مع محمد صلاح، حيث سينتهي عقد كل منهما في اليوم 30 من شهر يونيو المقبل. قد يشكل رحيل هذين اللاعبين خسارة كبيرة للمدرب آرني سلوت، نظراً لدورهما البارز في النهج الهجومي للفريق. كان غيابهما واضحاً في المواجهة أمام بليموث، مما ساهم في خروج الفريق من البطولة، وفقاً لتقرير نشرته شبكة أنفيلد إندكس البريطانية. يمنح المدرب سلوت كلا اللاعبين أدواراً هجومية مؤثرة، وهو ما انعكس إيجابياً على أداء الفريق خلال الموسم الحالي، مما يجعل تعويضهما في حال رحيلهما أمراً صعباً. يتعين على إدارة ليفربول التحرك سريعاً لضمان بقاء صلاح وأرنولد، حيث إن خسارتهما قد تؤدي إلى أزمة فنية كبيرة. كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة بخصوص مستقبل محمد صلاح، حيث أبدى نادي الهلال السعودي اهتمامه بالتعاقد معه. ينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول مع نهاية الموسم الجاري، ولم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق حول تجديده. يسعى الهلال السعودي إلى ضم صلاح بصفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. أفاد الصحفي بن جاكوبس في تقرير لموقع Give Me Sport بوجود تواصل بين الجانب السعودي وليفربول لفهم موقف النادي الإنجليزي من عقد اللاعب المصري. تجري محادثات حالية بين ليفربول ومحمد صلاح بخصوص تجديد العقد، وفي الوقت نفسه يرغب الهلال في إنهاء الصفقة مبكراً لضمان مشاركة اللاعب في بطولة كأس العالم للأندية لعام 2025، والتي تبدأ في اليوم 15 من شهر يونيو القادم. يسمح للأندية بإجراء تعاقدات استثنائية خلال فترة انتقالات خاصة تمتد من اليوم الأول وحتى اليوم 10 من شهر يونيو استعداداً للبطولة. لذا في حال قرر محمد صلاح الانتقال إلى الهلال، سيكون عليه إنهاء عقده مع ليفربول قبل موعد انتهائه بحوالي شهر. تواصل مسؤول الهلال مع إدارة ليفربول للاستفسار عن إمكانية دفع مبلغ مالي قبل انتهاء عقد صلاح بوقت قصير. أوضح التقرير أن ليفربول قد يسمح لصلاح بالرحيل مجاناً في حال قرر عدم تمديد عقده، مما يسهل انتقاله إلى الدوري السعودي. أما فيما يتعلق براتبه المحتمل مع الهلال، فقد يحصل محمد صلاح على أكثر من 160 مليون جنيه استرليني سنوياً، وهو مبلغ مماثل لما يتقاضاه اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يجري حالياً مفاوضات لتمديد عقده مع نادي النصر السعودي. حتى هذه اللحظة لم يتوصل ليفربول وصلاح إلى اتفاق نهائي بخصوص مدة العقد أو قيمة الراتب، لكن مصادر من داخل النادي تؤكد أن المحادثات تسير بشكل إيجابي.